تخيل مشهدا يسبق انبلاج الفجر. قائد يقف في سكون مهيب فوق ربوة عالية، يطل ببصره على واد سحيق يمور بجيش عرمرم يتأهب للانقضاض. من حوله يغلي الجنود في مراجل القلق، منهم من يسابق الريح للاشتباك، ومنهم من ينهش الخوف قلبه، والجميع يرمقون ذلك القائد، يترقبون إشارة أو صرخة أو أمرا بالزحف. لكن القائد يرتدي الصمت رداء، لا جلبة ولا استعراض للقوة ولا شعارات جوفاء عن النصر المحتوم بفضل العضلات. عوضا عن ذلك كان يهمس لنفسه بتساؤلات تبدو في ظاهرها غريبة. كيف هي طبيعة الأرض؟ من أي صوب تهب الريح؟ هل أنهك المسير جند العدو؟ هل قائدهم رجل متهور تقوده العاطفة؟ هل مسار عودتنا آمن؟ وهل هذه المعركة في ميزان الحكمة تستحق أن نسفك فيها قطرة دم الآن؟ يقترب جندي منه متسائلا: سيدي، لم لا نهجم؟ نحن على أتم الاستعداد. فينطق القائد بكلمات كأنها نحتت من صخر: من لا ينتصر قبل المعركة سيهزم حتما في قلبها. هنا يكمن جوهر فن الحرب لسون تسو. هذا ليس مجرد كتاب عن غبار المعارك والسيوف، بل هو دستور للحياة حين تشتد وطأتها وتتحول إلى ميدان للصراع. صراع مع مخاوفك الكامنة، مع عادات تكبل روحك، مع منافس يتربص بك، مع شخص يمتص طاقتك، مع قرارات مؤجلة تثقل كاهلك، أو مع ذلك الصوت الداخلي الذي يهمس لك كل صباح: أنت لا تستطيع. سون تزو لا يدعوك لتكون عدوانيا، ولا يدفعك لخوض كل عراك يعرض عليك، بل يغرس فيك حكمة أعمق. أقوى المحاربين ليس من يقاتل أكثر، بل من يملك البصيرة ليعرف متى يضرب، ومتى يلتزم الصمت، ومتى لا يخوض النزال أصلا. يضع الكتاب بين يديك ثالوث النصر المقدس: افهم نفسك، افهم خصمك، وافهم الأرض التي تقف عليها. إن أعدنا قراءة حياتنا بهذا المنطق سنكتشف أن هزائمنا لم تكن يوما بسبب ضعفنا، بل لأننا تحركنا بعمى وبغير وعي. نبدأ مشاريعنا دون فهم للسوق، وننغمس في علاقات دون أن نفهم ذواتنا، ونرد على الإساءة ونحن في قمة الإنهاك، ونحاول تغيير طباعنا والبيئة من حولنا تكرس الفشل، ثم نسقط ونقول: لقد فشلنا. الحقيقة هي أنك لم تفشل لضعف فيك، بل لأنك دخلت الميدان بلا خطة. يقول سان تسو: إذا عرفت نفسك وعرفت خصمك فلا تخشى نتيجة 100 معركة. لكن هل تملك الجرأة لتسأل نفسك: هل أعرف من أنا حقا؟ ما الذي يستفز كبريائي؟ ما الذي يكسر إرادتي؟ ما الذي يدفعني للتهور أو يغرقني في التسويف؟ هل قراراتي تنبع من وعي حكيم أم من خوف دفين؟ ثم، من هو خصمك الحقيقي؟ الخصم ليس دائما بشرا من لحم ودم. قد يكون خصمك عادة تستعبدك، أو هاتفا يسرق عمرك، أو تفكيرا مفرطا يشل حركتك، أو رغبة محمومة في إرضاء الجميع. يحذرك سان تسو: لا تدخل المعركة وعيناك لا تريان إلا رغبتك في الفوز. الرغبة وحدها انتحار. الكثيرون يلهثون خلف النجاح، لكنهم لا يدرسون أسباب سقوطهم. ينشدون السكينة ولا يغيرون مسببات قلقهم. يطلبون التغيير ويتمسكون بذات الأرض التي أثمرت خيباتهم. وهنا تبرز الفكرة الجوهرية: الأرض هي نصف المعركة. في الحرب هي التضاريس والمناخ، وفي حياتك هي بيئتك، وقتك، طاقتك، الصحبة التي تحيط بك، ونظام يومك. لا يمكنك أن تعلن الحرب على التشتت وهاتفك لا يفارق يدك. لا يمكنك ادعاء البحث عن الهدوء وأنت تغرس نفسك في نقاشات عقيمة. أحيانا لا تحتاج إلى إرادة حديدية، بل تحتاج إلى أرض صالحة. ويعلمنا الكتاب درسا قاسيا ومؤلما: ليست كل معركة تستحق أن تخاض. هناك انتصارات هي في حقيقتها هزائم نكراء.
تلك التي تستهلك هدوءك وتستنزف روحك وتسرق أيامك لتثبت لشخص لا يهمك أنك على حق. سيسألك سان تسو، ليس السؤال هل تستطيع القتال، بل هل يستحق الأمر هذا الثمن؟ نحن نعيش في زمن يدفعنا للرد على كل شيء وإثبات ذواتنا أمام الجميع وتبرير نوايانا لكل عابر. وفي النهاية نكتشف أننا تبددنا في معارك الآخرين وضاعت أهدافنا الكبرى في زحام الصغائر. إن الذكاء الاستراتيجي هو أن تحقق غايتك بأقل خسارة ممكنة. الانتصار الحقيقي ليس أن تصل وأنت مدمر من الداخل، بل أن تبلغ مأربك وأنت بكامل هيبتك وصفائك. وهذا لن يحدث إلا بالبصيرة في التوقيت. الفعل الصحيح في الوقت الخاطئ هو خطأ فادح. القائد الذكي لا يتحرك بدافع الانفعال، بل يتحرك لأنه رأى الحقيقة كاملة. الطريق المباشر ليس دائما هو الأقصر، والمواجهة الجسورة ليست دائما هي الحل. أحيانا يكون الالتفاف حكمة، والانتظار قوة، وتغيير الخطة براعة. خلاصة الحكمة في جملة: لا تدخل معاركك كمن يندفع، بل ادخلها كمن يرى. لكي تستفيد من هذا الأثر الخالد، عليك بخارطة طريق عملية. أولاً، افهم دوافعك كي لا تكون مجرد رد فعل للآخرين. ثانياً، حدد خصمك بدقة، فربما كان نمطاً داخلياً يسكنك. ثالثاً، هيئ أرضك، فلا نصر في بيئة صممت لهزيمتك. رابعاً، احمِ طاقتك، فالانسحاب من الصغائر هو قمة الشجاعة. خامساً، لا تكتفي بالحماس، فالاستراتيجية هي التي تبقي شعلتك متقدة. سادساً، قدر قيمة التوقيت، فليس كل ما هو صحيح يقال أو يفعل في كل حين. قبل أن تبدأ يومك، لا تسأل ماذا سأفعل، بل اسأل ما هي الصورة الكاملة؟ هل هذا النقاش أو هذا القرار أو هذا المجهود يخدم هدفي الأسمى أم يخدم انفعالي اللحظي؟ تعلم ألا تجعل من كل استفزاز معركة، ومن كل خوف قائداً، ومن كل فرصة شركة. تعلم أن ترى قبل أن تهاجم، وأن تختار قبل أن تندفع. فأعظم انتصارات المرء ليست في تحطيم الآخرين، بل في الحفاظ على صفاء روحه ووضوح غايته، دون أن تتحول حياته إلى ركام من المعارك المنسية. ابدأ الآن بسؤال واحد يملكه الشجعان فقط: ما هي المعركة التي أخوضها الآن ويجب علي أن أتوقف عنها فوراً؟